السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا مزيانين. هذا الفيديو غنتكلموا فيه على الجامعات الفرنسيه في بلجيكا. بما اننا داخلين على الوقت ديال بدو لي زانسكريبسيون وكيجوني بزاف ديال الاسئله على شكون هي احسن جامعه، شنو الجامعه اللي تنصحني بها، فين نقدر نقرا. الاسئله بحال هيدا غنحاولوا اننا نجاوبوا على هاد الاسئله في هذا الفيديو. شنو هما الجامعات اللي كاينين؟ كنلقاو 5: UCL Louvain, ULB, ULiège, Université de Namur, UMons. كاينه 5، يعني الاختيارات ماشي بزاف. هادو بالنسبه للجامعات الفرنسيين اللي هما بوبليك، يعني واخا كتخلص كيبقاو عموميين. كاينه لي زونيفرسيتي بريفي، هادوك ما كنهضروش عليهم، هنا كنهضروا على البوبليك فقط. دونك كاينه 5. شكون هي احسن وحده؟ السؤال المهم. الوغ كنلقاو لونيفرسيتي دو UCL Louvain, ULB et ULiège بثلاثه بهم كلاسيين في الترتيب العالمي، يعني من احسن الجامعات في العالم كنلقاو هادو بثلاثه بهم. Université de Namur وuniversité de Mons بجوج بهم ماشي في الترتيب العالمي ولكن في الترتيب الأوروبي، فهما كيتعتبروا من أحسن الجامعات في أوروبا. يعني السؤال ديال شكون فيهم اللي مزيان، راه كاملين بهم مزيانين، يعني هادي من هاد الناحية تقدروا تكونوا مرتاحين. غنحاول نعطي دي زيكزامبل على مجموعة الحاجات غنهضروا عليهم، على مجموعة الجامعات اللي كتخص لانسكريبسيون. دابا بما أن الوقت لانسكريبسيون فغنهضروا على لي زانسكريبسيون. وغنعطي أول إكزامبل غيكون هو الULB، غنعطي بلوزيوغ إكزامبل دونيفرسيتي، ما غندخلش في التعميق الطويل ولكن غنحاول نعطي أكثر المعلومات اللي يقدروا يهمكم. أول حاجة بالنسبة للانسكريبسيون في الULB، عاملين بالنسبة للباشوليي بالنسبة للماستر كيبداو لو 16 فيفري 16 فبراير حتى 31 مارس. 31 مارس قيدوها عندكم، جميع الجامعات كيساليو لانسكريبسيون في 31 مارس، يعني كلشي خصو يسرط قبل 31. هادشي بطبيعة الحال بالنسبة لي زيتيديون نون اوروبيان. يعني الا ما كنتيش اصلا عايش هنايا في اوروبا، يعني ما عايش في بلجيكا، عايش باغي عاد غتجي ولا شي حاجه، لو دوسي ديالك كيوقف انك تقدر تسردو في 31 مارس. اوكي، بالنسبه ليو ال بي كيبداو في 16 فبراير. من الشروط الواجب انكم تردوا لها البال، وهي النقطه كلشي كيعرف بان الجامعات في بلجيكا الا ما عندكش 13 في البكالوريا ديالك سير فحالك ضرب دوره في حاجه اخرى، شوف شي حاجه اخرى، شوف واش كاين اون تيكول اللي تقدر انك تمشي ليها اللي ما عاملاش الشرط ديال النقطه. 13 في البكالوريا واجب على كلشي، ما عندكش احسن ما تضيعش الوقت ديالك في لي زونيفرسيتي. من بعد من غير ان تكون عندك 13 في البكالوريا، الا كنتي غتدفع باشولي بطبيعه الحال خصك ليكيفالونس، وراه هضرت عليها في بزاف د الفيديوهات، سيروا شوفوهم لا بغيتو. ولكن كاين حتى الشرط ديال النقطه في المواد اللي متعلقين بالدومين اللي باغي تقرا، خصك يكون عندك فيهم 12 جميع المواد اللي متعلقين. غنشوفوا هادشي دابا اون ديتاي. بالنسبه لليو ال بي، هادشي غيخلينا نعرفوا جوج حوايج، غيخلينا نعرفوا شكون هما المواد اللي خصنا نجيبوا فيهم نقط مزيانين، يعني 12 على الاقل يكون عندك فيهم 12. ملي كنهضروا على النقطه خصها تكون في الجهوي، في الوطني، اولا في وزائد المراقبه المستمره. يعني نعطيك مثال، مثلا الفرونسي قاريها في دوزتي الامتحان فيها في الجهوي، ما دوزتيهاش في الوطني، اذا اوكي في الجهوي تكون مزيان وفي المراقبه المستمره تكون مزيان. اوكي، دونك هذه بالنسبه، وهادشي غيخلينا نعرفوا حتى شنو هما الشعب اللي كاينين، في شعب ولكن يعني لي دومين اللي تقدروا تقراوهم تمايا. كنبداو اول وحده الدغوا اللغه الاولانيه والثانيه ديالك خصك يكون عندك فيهم 12. يعني الا كانت اللغه الفرنسيه ماشي من اللغات الاولى ولا الثانيه في المواد ديالك، اولا ما عندكش فيها 12، خصك ديبلوم ديال اللغه بي 2، يعني ولا الدالف ولا تي سي اف، خصك ضروري ديك الساعه. بالنسبه لا فاكولتي دو ليتر تراديكسيون اي كومونيكاسيون حتى هي نفس الحاجه، اللغه الاولانيه والثانيه. يعني ما عرفتش شنو هي اللغه الاولانيه والثانيه، كتكون عندكم واش العربيه الفرونسي ولا الفرونسي اونغلي، المهم على حسب لو بروغرام ديالك. والا ما كانش الفرونسي وحده من هذوك اللغه الاولى والثانيه، خصك ضروري يكون عندك فيها دبلوم نيفو بي 2، دونك دالف اولا تي سي اف. فيلوزوفي اي استوار لا ميم شوز، دونك هاد ثلاثه لي فاكولتي خصك ضروري اللغات. من بعد كندوزو لا فاكولتي دو بسيكولوجي اي سيونس دو ليدوكاسيون. هنا خصك اللغات، خصك اللغه الثانيه، يعني ماشي الاولى، هنا خصنا غير اللغه الثانيه. خصنا المات وخصنا السيونس، فيزيك، شيمي، بيولوجي، على حسب البروغرام ديالك من سيونس عندك. دونك هادوك خصك كاملين تجيب فيهم 12 في المعدل على الاقل. سيونس يعني لا فاكولتي دو سيونس حتى هي نفس الحاجه، خصك اللغه الثانيه تكون فيها النقطه مزيانه، خصك المات والمواد ديال السيونس ديالك، الفيزيك، الشيمي، البيولوجي، المهم هادو كاملين خصك يكون عندك فيهم
12 المعدل على الأقل. إذا بالنسبة لl'économie et gestion حتى هي la même chose في la faculté de sciences économie et gestion deuxième langue المات والsciences. الفاكولتي ديال sciences de la santé اللي فيها médecine vétérinaire kinésithérapie sciences biomédicales pharmacie et sciences de la motricité تا هما نفس الحاجة deuxième langue maths sciences. وهنا كاينة des contrats اللي كيكونوا مختلفين بالنسبة على les facultés آخرين. دونك هنا كيكونوا مثلا les places limitées بالنسبة للأجانب وداكشي. Donc, ça c'est pour la faculté de sciences de la santé. Qu'il y a la faculté de médecine et sciences dentaires. هنا خصنا الكونكور. الكونكور كيتعمل عند ARES. إلا دخلتو جوجل وقلبتو غتلقاو المعلومات على الكونكور ديال الميديسين. Mais en tout cas هنا في الكونكور. Ensuite, l'architecture, bah la même chose. Maths, sciences, langues. Sciences sociales et politiques. هنا خصك غير المات ولكن اللغات واحد الأولى والثانية. وبالنسبة للسيونس دو لانجينيور خصك دوز ان اكزامان سبيسيال دادميسيون. دونك كاين واحد الاكزامان كدوزو باش انك تقدر تقبل ماشي كونكور ولكن ان اكزامان دادميسيون. انسويت بالنسبة لي فري ديال دوسيي لي فري دوسيي هما 200 اورو. هذا حتى هو من الحاجات اللي كتلقاهم تقريبا في الجامعات كاملين نفس الثمن. الا ما صرفتيش 200 اورو راه ما غيعملولكش التريتمون دو دوسي ديالك. يعني هذه من الشروط اللي ضروريه كتعمل في الاول ماشي حتى من بعد. دونك كتسرد 200 اورو هما عاملين فين خصك كتسرد مع الدوسي ديالك. وهذه كتقدر انها تدخل في الخلاص من بعد. ولكن يعني من بعد الا تقبلتي كتحسب لك في الخلاص ديالك. ولكن الا مثلا ما تقبلتيش ما كيعاودوش يغومبورسيوك ما كيردوها لك شي. هنا بالنسبه للناس الماستر وهذا واحده من الاسئله اللي كيجوني بزاف انا من الماستر واش خصني نعمل ليكيفالونس. ناس الماستر ما كيعملوش ليكيفالونس. ناس الماستر كيدفعوا الدوسي ديالهم لونيفرسيتي اللي باغيين يقراو فيها. ديك الساعه لي جوري كيكزامينيو الدوسي وكيشوفوا ديك الساعه على حسب شنو قاري وشنو المواد اللي قريتي. 180 كريدي ديالك اللي دوزتيها في لا ليسونس ديالك يعني 180 هي 3 ans اللي دوزتيها في لا ليسونس شنو قريتي فيها وداكشي. وديك الساعه هما اللي كيجوجيو الدوسي وكيقولوا واش غتقبل ولا لا. ويقدروا انهم يقولوا لك تعمل ليكيفالونس ولكن ما غتمشيش تعملها لراسك الا ما طلبوهاش منك. هدرت بالتفصيل اكثر في الفيديو اللي فات على ليكيفالونس على كل ما كيخص ليكيفالونس. فلا بغيتو تمشيو تشوفوا داكشي يمكن لكم ترجعوا. غندوزو لواحد من الاسئله اللي كيجيو بزاف. الناس يشبروا الباك ديالهم قديم يقول لك واش نقدر نسجل ولا لا. الوغ هنا في البي كيقول لك بان خصو الباك ديالك يكون عنده عامين يعني 2023. شغل هنا كتشوفوا بان باقي عاملين 2022 لان باقيين ما اكtualiزاوش السيت على حساب 2025 2026. كنصحكم انكم تشوفوا لان هادشي في مومنتو اللي انا كنسجل فيه. دونك نتوما دابا ملي تشوفوا لا فيديو دخلوا وتاكدوا شوفوا واش المعلومات ديال 2025 2026 لان من المنتظر يكونوا بعض التغييرات في مجموعه الاشياء. باقي ما عارفينش فين غيكونوا ولكن كنتظروا نشوفوا شنو تغييرات غيعملوا. هذا بالنسبه يعني كما قلت الدبلوم خصو يكون عنده عامين ويكون عندك شروط ديال النقطه طبيعه الحال في الحاجات اللي قريتيهم من بعد. يعني مثلا من بعد الا قريتي عملتي لافاك ولا عملتي شي ايكول ولا شي حاجه خص يكون عندك ديك تخيط في لا موين. بالنسبه للناس اللي محترمين جميع القوانين ولكن الدبلوم ديالهم قديم في هذه الحاله كتقدر تعمل لا دوموند ولكن فوالا كدوز على حسب لا كوميسيون وكيقدروا يقولوا لك اولا لا. يعني انت محترم كلشي محترم النقط وهذا غير المده ديال الدبلوم ديالك قديم فما يقولولكش لا ديريكتومون يشوفوا لك الدوسي ديالك وديك الساعه يجاوبوك. هذا بالنسبه للدبلوم والمده ديالو وداكشي. ليكيفالونس بالنسبه ليكيفالونس كيقول لك بان خصك على الاقل تثبت بان راه ديبوزيتي الدوسي يعني ماشي ان ديبو دو دوموند ديكيفالونس اولا تبروفي بان راه نتينا عندك لو دوسي كي اون كور دو تريتمون يعني لو دوسي ديالك كيعملوا له لو تريتمون في ليكيفالونس. المهم تثبت باي طريقه ما حدهم باقي ما ردوش عليك بان راه نتينا دافع ليكيفالونس. هذا بالنسبه يعني ليكيفالونس بالنسبه للناس اللي باقي ما عندهمش ليكيفالونس. بما ان نتينا كتدفع دابا راه فاتحين ليكيفالونس ولكن ليكيفالونس كيردوا عليك ابتداء من 1 مارس. يعني باقيين كيكونوا عليهم ديك الساعه لي زونيفرسيتي يشدوا فيمكن يردوا عليك من بعد ما يشدوا لي زونيفرسيتي. دوك على الاقل خصك تثبت بان راه نتينا دافع. اوكي دونك هذا بالنسبه لي زونيفرسيتي. وعندك حتى لو 15 جويي باش انك تسرد لهم زعما لي بروف ديالك لان يعني حتى الناس اللي باقي ما سجلوش عندهم حتى لو 15 جويي. Voilà, donc ça c'est pour l'équivalence.
من بعد كتحط لهم لا ديفينيتيف من غتجي تعمل لانسكريبسيون ديفينيتيف. دابا حنا كنهضروا على لا بري انسكريبسيون، لأن من بعد دوفيس خصك تجيب لهم ليكيفالونس بوغ لانسكريبسيون ديفينيتيف اللي غتكون من بعد. ألوغ بالنسبة للخلاص لحد الآن باقي ما اكتواليزاوش السيت كيف ما قلنا، مي على حسب الناس اللي كيقراو هاد العام ديال 2024 2025 دابا كيخلصوا 2505. 2026 2027 نقصكم عام آخر 2025 2026 باقي ما نزلوش، من المحتمل أنه يتزاد، ولكن لحد الآن عاملين 2505 بالنسبة للباشوليي والماستر لو ماستر دو سبيسياليزاسيون. عاودوا دخلوا عاودوا قلبوا عاودوا تسناوهم يشوفوا واش غيزيدوا ولا لا من غينزلوا لي زانفورماسيون ديال 2025 2026. غنحط لكم لو لين ديال لونيفرسيتي من تحت، وبحال اللي كنقول دائما لو لين كنخليه من تحت باش تاكدوا بان المعلومات اللي كنعطيكم كنجيبهم من سيت اوفيسيال، ولكن في نفس الوقت باش تاكدوا من لانفورماسيون لان يقدر يتبدل لي لوا لي ريغل. المهم هادشي هذا كامل كيقدر يتبدل، ما عارفينش فوقاش، فيمكن نتينا مثلا من تشوفوا غيكونوا ناضوا بدلوهم. من الاحسن انك دائما تفيريفي ميم نور ما سمعتي لانفورماسيون. دابا حنا كنبارطاجيو، انا كنبارطاجي معكم لانفورماسيون كيف ما لقيتها، مي ا تو مومون تقدر تبدل، وعليها كنخلي لكم لو لين باش تمشيو تفيريفيو لانفورماسيون. الوغ بالنسبه لو كونط بلوكي حتى هذه وحده من الاسئله اللي كيجيو الناس اللي خصهم يبلوكيو الحساب، يعني يبلوكيو الفلوس في لونيفرسيتي. لو ال بي عامله لكم ان غيد كومبلي سور لي كونط بلوكي، عامله واحد لو غيد عطيه فيه لي زانفورماسيون كاملين. نقدر نحط لكم حتى هو البي دي اف من تحت باش تدخلوا تشوفوا لانفورماسيون كامله اون ديتاي. بالنسبه لو مونطون اللي كتخصكم تبلوكيو دوك اون 2024 2025، يعني كنعاود ناكد بان المعلومات ماشي ديال العام اللي ما جاي، ولكن ديال يعني هادو شويه قدامين، عاملين 803 اورو. ما نعرفش واش غيتبدلوا، تأكدوا قبل ما يعني قبل ما تمشيو تبلوكيو ولا شي حاجه، تأكدوا من المعلومات، تأكدوا واش غتبدل ديك 803. لحد الآن عاملين 803 اورو في الشهر، يعني خصك تضربها في 12 كتزيد عليها 150 اورو ديال لي سيرفيس. الوغ كنت باقي اللي هدرت على البلوكاج من قبل، ولكن الناس اللي ما شافوش هذيك 803 كتنزلها مضروبه في 12 مره، يعني ديال العام كامل باش تأكد بان راتينا عندك باش تصرف على راسك في ديك العام، وكتزيد عليها 150 اورو ديال السيرفيس ديالهم. هذيك ما كيردوها لكش، اوكي لي فري ديال 150 ما كيردوها لكش. 103 كتبقى ترد لك شهر بشهر، فاهمين؟ المهم انا كنت شرحتها من قبل، يمكن لكم تشوفوا لا فيديو اللي هدرت فيها على البلوكاج وعلى السودلي. الوغ هنا غندوز معكم من الترتيب العالمي للترتيب الاوروبي. لونيفرسيتي دو نامور هنا واحد الجامعه اللي دابا غيرت يعني المعلومات وحطت المعلومات ديال 2025 2026، واول حاجه اللي ثارت الانتباه ديال مجموعه الناس ومنهم انا اللي كنتصادم بالنسبه لي شي شويه هو الثمن. بدلوا الثمن، عليها كنقول لكم سيروا تاكدوا من اخرين قبل ما تونجاجاو، لان يمكن الحاجات يبدلوا الثمن رجع 5010 اورو. المهم لما كانش في خباركم هيا في خباركم 5010 في لونيفرسيتي دو نامور. دونك من المتوقع ان اخرين حتى هما يعملوها، لان غالبا كتكون طريفه وحده. ف فوالا هاد الحاجه يعني مهم. انا كيف ما قلت شويه صادمه، لان كانت 2000 وشي حاجه، وقبل كانت 4000 ايكال 4500 وقيله ولا شي حاجه بحال هكا. مي دابا 5000 اورو سي با اورو اون بليس، دونك ماشي سهله. هاد الحاجة خصنا نردّو ليها البال، لأن كيف ما قُلت من المتوقع أن حتى آخرين يتبدلوهم. أبخي ماشي شي حاجة اللي غريبة، لأن مع لي لوا جدادين دابا اللي كيتبدلوا هنايا، بزاف د الحاجات كيتبدلوا إلا كانوا كيأثّروا على يعني الطلبة البلجيكيين، فأكيد الأجانب غيأثّروا عليهم 10 د المرات كتر. المهم هذا بالنسبة لي frais d'administratif. دونك لي frais de dossier 200 اورو بحال اللي قُلت قبيلاتي بالنسبة للULB، دوك تقريبا كيكونوا دائما نفس الأثمنة. دونك 200 اورو ما كتردلكش، يعني عليها من المهم أنك تشوف مزيان بأن الدوسي ديالك il est parfait. إلا ما عندك لي conditions كاملين كتكوشيهم، لأن 200 اورو ديالك راه بحال غتكون كتسيبها في الزبالة. إلا شفتي لي conditions ما دخلش فيهم مثلًا الcondition ديال النقطة ما عندكش 13، غنسى l'université، نسى l'université باش ما تخدمش على راسك، فهمتي؟ هذه وحدة من لي conditions، ولكن نتينا خصك تشوف كلشي بأن راه نتينا داخل فيه، باسكو sinon d'office راه غترفض. الوغ بالنسبة للدوسي فوقاش خصك تحطو قبل 31 مارس، ما عاملينش بالضبط فوقاش، ولكن عاملين البدو، ولكن عاملين بالضبط فوقاش غيساليو 31 مارس. 31 هذه بالنسبة للجامعات كاملين، دونك 31 خصك تكون دخلتي الدوسي ديالك. 31 داخلة، ولكن من الأحسن أنك تسرد من قبل
خصوصًا إلا أنتِ خصِك الفيزا، يعني إلا ما كنتيش كاين هنايا. هُما في الsite شارحين الprocédure شنو خصك تعمل وكلشي، فادخلوا وشوفوا فيريفيو أحسن. بالنسبة les conditions d'admission الشروط ديال القبول، إلا بغيتي تسجّل في 2025 2026 خصو يكون الدبلوم ديالك ما فايتش 3 سنين، يعني 2022 2023 هنا ما كاينش الروينة، هنا on sait que voilà l'information elle est correcte ماشي غتقول يمكن يبدلوا لا، هنا ما كاين ما يتبدل، الدبلوم ديالك ما يكونش فايت 2022 2023. وبطبيعة الحال النقطة ديال 13 في المعدل هذه كيف ما قلنا في جميع الجامعات، هذا الشيء بالنسبة لجميع التخصصات إلا لا faculté ديال l'informatique، لا faculté de économie management communication، Sciences Po، هادو لا هادو يعني هادو عندهم شروط آخرين زايدين حنا غنشوفهم حتى هُما. بالنسبة لا faculté économie management communication Sciences Po هادو بوحدهم. قلنا دبلوم ديال ما يكونش فيه 3 سنين داخل فيها. هاد القضية ديال 3 سنين ما داخلاش فيها الناس اللي باغيين يعملوا لي كور en horaire décalé، horaire décalé هو كور دو سوار، دونك هادو ما داخلينش في هاد القضية ديال 3 سنين، ولكن المهم لأن هادو كيكونوا كيخدموا، كيكون عندك 14 في الباك، يعني ماشي 13 هنا خصك نقطة عالية، وعاد خصك يكون عندك دبلوم ديال اللغة الفرنسية، سواء الDELF ولا الTCF ولا الDALF ولا المهم أي دبلوم، المهم يكون عندك واحد لا بروف بأن أنتِ عندك اللغة الفرنسية مزيانة، وبطبيعة الحال كيما قلت هنا عندنا 14 في المعدل، يعني هنايا كيطلبوا النقط عاليين كتار. بالنسبة للانفورماتيك عاوتاني حتى هي نفس الشروط، يعني خص يكون عندك 14 مينيموم أقل حاجة في الباك ديالك، خص يكون عنده دبلوم ديال 3 سنين، سواء كنتِ في horaire décalé ولا ماشي horaire décalé. و خصو يكون عندك الدبلوم ديال اللغة، يعني خصو يكون عندك un test de français TCF B2 الDALF C1 C2 ولا يكون عندك DELF minimum B2. دونك فوالا هذا من الشروط اللي عاملينها بالنسبة للانفورماتيك حتى هي. بالنسبة لأحسن université en Belgique كنعطيكم على حسب شكون أحسن وحدة، لأن بزاف المرات جاوني هاد السؤال، ولكن المهم هذه حتى هي l'université catholique de Louvain عملت المعلومات الجدادين على حسب العام اللي ماجي، وحتى هي بدات لي بخي كيف ما قلت لكم لي فخي غيكونوا 5010، بما أن حتى هي بدلاتها l'université de كيف ما شفنا l'université de Namur حتى هي بدلاتها، التغيير ديال ULB وباقي الجامعات هي مسألة وقت فقط. فوالا هنايا ما غنعطيش بزاف ديال المعلومات على لوسيل، حاولت نعطي ليكزومبل ULB ونامور، غنشوفوا لي زانفورماسيون امبورطون بالنسبة لأولياج حتى هي، مي إلا بقاو لكم شي أسئلة خليوهم لي من تحت، غيكون أحسن ديك الساعة إلا بغيتو نجاوبوا عليهم في فيديو آخر. بالنسبة لأولياج البدء د الانسكريبسيون غيكون لو 16 فيفريي بدءا من 16 فبراير، وغيساليو الانسكريبسيون في 31 مارس حتى هي فحال جميع الجامعات بطبيعة الحال اللي شفناهم من قبل. هادشي بالنسبة للناس اللي خارجين على الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لي فخي دانسكريبسيون عاملين 2505 €. بالنسبة للانسكريبسيون هنا باقي ما بدلوش، ولكن عاملين بالنسبة لسنة 2025 2026 وديال ديال 26 27 ممكن ما يبدلوش on sait pas donc on verra، لأن المهم ما عارفينش، حنا غنتسناو نشوفوا واش غيبدلوا، ولكن لحد الآن عاملين 2505 ونورمالمون كاتبين بالنسبة لسنة 2025 و26. مي بون بالنسبة لUMOS حتى هي نفس الحاجة 2505 واش غيبدلوا ما غيبدلوش on verra. هنا عاملين شي المعلومات ديال 2025 26، فما علينا غير ننتظروا، ولكن من الأحسن أنكم تعاودوا تشيكيو قبل ما تعملوا الانسكريبسيون ديالكم باش تكونوا متأكدين 100%. أول حاجة شكرًا أنكم وصلتوا لهنايا، سمحوا لي طوّلت عليكم، عييت كنحاول نزرب باش نعطي بزاف ديال المعلومات في وقت قصير، ولكن الفيديو كيجي طويل ما عرفتش علاش. فالمهم حاولت نعطي مجموعة ديال المعلومات، كنتمنى تكونوا استفدتوا، حاولت نبين لكم بأن فوالا المعلومات باقيين يقدروا يتبدلوا في لي سيت، باقي لي ريغل يقدروا يتبدلوا، كلشي يقدر يتبدل. كاين الحاجات اللي يعني l'université de Liège عاملين لي فخي، ولكن عاملين حتى لا دات، est-ce qu'ils vont respecter داكشي ولا ما غيريسبكتيوهاش، هادشي ما عارفينش. خصكم تعرفوا بأن الناس اللي ما عارفينش فكاينة بزاف ديال القوانين كيتبدلوا هنايا في بلجيكا دابا مع الحكومة الجديدة، ف بزاف ديال لي سوربريز حتى ال حتى ال les étudiants belges
كنشوفوهم دابا كل مرة كاين شي حاجة جديدة، لأن الوزارة ديال التعليم شوية متحمسة بلا قياس. ف فإحنا غنشوفوا شنو الأمور اللي غيتغيروا، بما أن كيف ما قُلت قبيلاتي هُما كيتأثروا، فحنايا بطبيعة الحال غنتأثروا أكتر منهم ك يعني des étudiants hors Union européenne. mais bon كيبقى مهم أنكم تعرفوا هاد الشي، تعملوا بحسابهم، تأكدوا من المعلومات دائمًا، دائمًا، تأكدوا واخا تشوفوا في الإنترنت، واخا أي واحد يعطيكم الinformation عاودوا دخلوا للlien وعاودوا خذوا المعلومة من الsource ديالها. au pire تواصلوا مع الجامعة وسولوا s'il le faut، ما تحكموش، ما تخافوش، ما فهمتي عادي. أوكي، آخر نقطة، الناس اللي بقى لهم شي تساؤل، شي حاجة ماشي واضحة، مثلًا شي جامعة دوزت عليها هاكا مثلًا l'UCL، ولكن نتوما باقي عندكم عليها des questions، خلّيو لي les questions مثلًا spécifiques اللي بغيتو نهضروا عليهم من بعد نعمل لكم جزء تاني مثلًا. والناس ديال les autres écoles عاوتاني بزاف ديال الناس ولوني على les autres écoles، عطيوني من الأحسن التخصصات اللي بغيتو مثلًا تحت في les commentaires، ونحاولوا نشوفوا les cas على حسب التخصص اللي بغيتو، مثلًا بغيتي l'informatique، بغيتي la comptabilité، فهمتي des questions بحال هاكا، comme ça نحاول نجاوبكم على les questions ديالكم، بما أن دابا الوقت بدا كيضغط مع les inscriptions بداو كيقربوا، غنحاولوا أننا نجاوبوا على des questions spécifiques، ماشي يعني نعمل لكم فيديو غير هاكا وصافي، اللي في الآخر تقدر تكونوا des informations inutiles بالنسبة ليكم. والحاجة أخرى، بارطاجيو مع بعضياتكم لي زانفورماسيون، إلا شتي مثلًا شي واحد سول شي سؤال ماشي مشكل تجاوبوا مثلًا على حسب لانفورماسيون ديالك، كومسا حتى مثلًا أنا إلا تعطلت عليكم ولا هادي، فنتوما تقدروا تبارطاجيو مع بعضياتكم باش نشاركوا مع بعضياتنا الاستفادة، فهمتوا؟ فوالا، شكرًا بزاف أنكم وصلتوا لهنا، وسمحوا لي طوّلت عليكم، وكنتمنى التوفيق للجميع.